يا كاتب خطاب الرئيس تفهموا هل هي الجزائر المنتصرة ولا الجزائر الجديدة؟ ما دام عاد فيه توظيف فعليكم أن تثبتوا على شيء واحد. في ضيوف جاوا أكيد مكانة الجزائر وحاضرين وما إلى ذلك، لكن التعليل ما يجيش من عند الضيف. أنت واحد قبل الدعوة وجا حضر فقال يعطيك الخير وبارك الله فيك ويعطيك الصحة وما إلى ذلك، لكن أن تعلل أنت تقول راه جا لأنه يقدر كذا وكذا وكذا، هذه مليح نسمعوها من الضيوف. يستبون قال أنه سبب مجيئهم هو أنهم يعترفون بمكانة الجزائر وقوتها وما إلى ذلك. كل في المدخل كان شوية يعني الرئيس مرتبك شوية في قضية تبرير مجيء الوفود والتركيز أنك أنت كمضيف باللي جاوا على جال مكانة الجزائر وما إلى ذلك. ربما تبون كان يتوقع حضورا أكبر، وبالتالي الحضور اللي جاء ماهوش اللي كان منتظر من قادة الدول العربية خاصة، وحتى كان في حديث على ممثل كبير من روسيا. نعود إلى الجزائر الآن. الجزائر التي تحتفل، مش عارف هل هي الجزائر الجديدة أم المنتصرة. سؤال شوية كركبني لأني بديت نسمع للرئيس تبون في خطابه، سنعود إلى هذه الجزئية. لكن في المقطع الأول الذي سنسمعه من خطاب الرئيس تبون في هذا العرض الافتتاحي أو العرض العسكري فيه كلام يمكن قوله، هو شكر الحضور والوفود التي حضرت. ما أعرب لضيوفنا الكرام أصحاب الفخامة قادة الدول الشقيقة وكذلك أصدقاء الجزائر على صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم معنا ومشاركتنا بهجة هذه الذكرى المجيدة، تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية. إذن في مدخل الحديث تبون تحدث وشكر الوفود التي جاءت وحضرت الاحتفال، لكن الغريب في هذا التصريح هو أن الرئيس تبون قال أن سبب مجيئهم هو أنهم يعترفون بمكانة الجزائر وقوتها وما إلى ذلك. يعني على الأقل مش عارف دبلوماسيا سياسيا في ضيوف جاوا أكيد مكانة الجزائر وحاضرين وما إلى ذلك، لكن التعليل ما يجيش من عند الضيف. أنت واحد قبل الدعوة وجا حضر فقال يعطيك الخير وبارك الله فيك ويعطيك الصحة وما إلى ذلك، لكن أن تعلل أنت تقول راه جا لأنه يقدر كذا وكذا وكذا، هذه مليح نسمعوها من الضيوف. أما أنك تسمعها من المضيف يعني شوي. اثنين، كان في واحد الطراطيش كلام أن الرئيس تبون في زيارته إلى عمان وقبلها عرج على مصر أنه كان فيه ربما محاولة لدعوة عبد الفتاح السيسي رئيس مصر أنه يحضر الاحتفال. لم تصدر هذه الأخبار بشكل رسمي، لكن قلت كان فيه كلام لم يكن عبد الفتاح السيسي حاضرا في هذا الاحتفالية. على كل في المدخل كان شوية يعني الرئيس مرتبك شوية في قضية تبرير مجيء الوفود والتركيز أنك أنت كمضيف باللي جاوا على جال مكانة الجزائر وما إلى ذلك. فيما يفهم، قلت احنا نديروا قراءات وعبر وما إلى ذلك، فيما يفهم بأن ربما تبون كان يتوقع حضورا أكبر، وبالتالي الحضور اللي جاء ماهوش اللي كان منتظر من قادة الدول العربية خاصة، وحتى كان في حديث على ممثل كبير من روسيا. لكن في النهاية ذاك التبرير قد يكون يعني تحدث بشيء من اللاوعي للرئيس تبون الذي لم يكن يعني راضيا بشكل كبير على الحضور اللي جاء أو على الحضور اللي غاب بالأساس. على كل رئيس تبون أول نوفمبر احتفالات كبيرة، ذكرى يمتلكها كل الشعب الجزائري، الذي صوت على الرئيس والذي لم يصوت على الرئيس، الذي يؤمن بالانتخابات والذي لا يؤمن بالانتخابات. لكن الرئيس حاول يوظف أول نوفمبر في تصريحه ويربطوا بالعهدة نتاعو بواحد الطريقة، يعني خليكم تسمعوها.
إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر تبقى نفحاتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. إذن الرئيس تبون يتحدث عن انتصار الثورة ويقول بأن الجزائر الآن في عهده تواصل الانتصار، وتعرفوا أن شعاره في الحملة للعهدة الثانية كان الجزائر المنتصرة. فمعليش يعني لقى شوية سجع فترتيبها واستعمالها، قد يقول البعض عادي خلوه يربط الانتصار العظيم للثورة بشعار الجزائر المنتصرة. المشكل موش هنا، المشكلة انه اللي كتب له الخطاب ماناش عارفين هل كتبوا لهذا الحدث ام تم يعني قص ولصق ما بين بعض الخطابات السابقة اللي عندها علاقة بالعهدة اللي فاتت، لأنه الرئيس في المقطع الذي ستسمعونه لم يتحدث عن الجزائر المنتصرة، وإنما تحدث عن الجزائر الجديدة نتاع العهدة الأولى. ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة التي يشهدها العالم نواصل مسار بناء الجزائر الجديدة وتحقيق الإنجازات بالانطلاق من مشاريع تنموية واعدة بفضل تضافر جهود جميع الوطنيين المخلصين الذين آمنوا بقدرات بلادنا ومقوماتها الكفيلة بفتح آفاق الارتقاء بالجزائر إلى المستوى المنشود وتحقيق تطلعات المواطنين للحياة الكريمة في كنف الأمن والاستقرار. إذن الرئيس تبون مازال حاصل بين المصطلحين الجزائر المنتصرة والجزائر الجديدة، وعملية خطابه كان مقتضب شوية، كان تقريبا حوالي 7 أو 8 دقائق. تركيزه في الشق المتعلق بالأمر التاريخي كان قليل، لكن عملية الربط كانت سريعة بين الانتصار والمنتصرة وبين أننا نحن مستمرون والجزائريين يعني عندهم أمل في الجزائر الجديدة. يا كاتب خطاب الرئيس تفهموا هل هي الجزائر المنتصرة ولا الجزائر الجديدة؟ ما دام عاد فيه توظيف فعليكم أن تثبتوا على شيء واحد. أما ربما هذا المقطع يعني كان من خطاب سابق وجابوه الله أعلم، لكن أنه رئيس ماشي يسوق لعهدته المنتصرة، معليش ركبت مع انتصار ثورة أول نوفمبر مشوها له، لكن باش ترجعونا للجزائر الجديدة تخوفونا شويه، لانه خايفين الرئيس يعاود يرجع الكونتور زيرو ومن بعد تولي يكون تعرفوا في الامور السياسيه والعهده الثانيه وما الى ذلك. وراني عارف بلي كاين ناس راهي تتبع في التغطيه الخاصه وتقول لك يا ودي احتفالات اول نوفمبر وانتم باقيين تنتقدوا. يا ناس احنا قلنا فرحانين باول نوفمبر، فرحانين بالتاريخ، فرحانين بالارث، لكن في نفس الوقت نحن نحلل ونحاول نصوب ما نعتقد بأنه صواب، لأنه في النهاية كما تذكرنا أمس في أمانة ثقيلة على الأقل خاصة أول نوفمبر، يعني وين ما نشوفوا باللي في عملية استغلال وتوظيف سياسي كما شفنا خلال 70 سنة، فنحاول أن نقف عندها، لأنه في النهاية الثبات على الإرث لا يتطلب الاستكانة بل يتطلب اليقظة، حتى نعاودوا نبقاو في جو أول نوفمبر، لأن نوفمبر وتستذكروا الثورة وتستذكرون الثورات الشعبية. تعرفوا الفلاقة هذيك العصا اللي كان الإمام اللي درس الطلبة الذراري في الجامع ويحكم له رجله ويضربوا به. المفروض أي شخص مهما يكون رئيس دولة، قائد أركان، جنرال، مدني، عسكري، يوظف الثورة لمصالح ضيقة ويوظف ذكريات الثورة لمصالح ضيقة، مفروض بالفلاقة. لا أحد يمكن له أن لا يقف إجلالا لتضحيات الجزائريين. وأنا تعمدت هذه أغنية من التراث،
والطيارة الصفراء، وعندها تاريخ كيف كتبت. ثم في يعني يعني أرسلت ابنها ولا يمكن أنه يكون عندها ابن ثاني، وتشوفوا المشاهد المعبرة أنه كل أطياف المجتمع شاركت في الثورة. اليوم بعد 70 سنة الثورة ملك للجميع. الثورة هي بوصلة الجميع. الثورة وبيان أول نوفمبر اللي فيه قامت دولة ديمقراطية اجتماعية ضمن المبادئ الإسلامية مع احترام كل الحقوق الأساسية وبناء دولة في إطار شمال إفريقيا. هذه البوصلة. فلا تسمح لأحد، شوف هذه 70 سنة وكل سنة في احتفالات، لا تسمح لأي أحد مهما كان أنه يحاول يقول لك لا، يجب أن تنظر إلى الثورة بهذه العين وليس بالعين الأخرى. يجب أن تنظر إلى الثورة كجانب عسكري فقط. يجب أن تنظر إلى الثورة كبندقية وكرمز عسكري فقط. أبدا. كلهم، العسكري في الثورة كان مواطن عادي، كما اليوم الجندي مواطن عادي. فيجب أن نستشعروا. مشيتوا وحضرتوا الاحتفالات وشفتوا المشاهد القوية التي ظهرت في هذه الاحتفالات، فحاولوا تستشعروا بذلك الجيش اللي خرج، وتلك العينة اللي خرجت، وتلك الأسلحة اللي خرجت، وتلك القوة التي أريد أن تظهر بشكل واضح. هذيك ملك الشعب، ملك الجزائريين.